أهلا، مين جه من الحضانة؟ أنا رحت رحتي فين؟ حضانة مع مين؟ مين؟ طب استني بالراحة، وبعدين هتروحي فين؟ طب احكي لي عملتي ايه النهارده؟ احكي لي. كل اللي احنا شفناه ده غلط تماما. دي من أكتر الحاجات اللي بتحسس الأطفال بالقلق وبتخليهم يجيبوا نتيجة عكسية، وبالفعل ما بيقولولناش أي حاجة من اللي احنا عايزين نعرفها. لو أنا عايزة أطمن على أطفالي أنا محتاجة أعمل حاجة مختلفة تماما. أول حاجة أنا محتاجة أعلم مهارات عملية. احنا مش هينفع يبقى في كل اللي الولاد بيتعرضوا له ده احنا ما زلنا محتفظين بفكرة أي حد يلمس جسمك قول له غير مسموح. حضرتك المعتدي لو شفته في حادثة مدرسة سيدز 4 عتاولة، يعني 4 بودي جاردات. فين الطفل؟ وفين العمر والسن والجسم؟ الطفل ما عندوش رفاهية إنه يقول لأ، وطبيعي الطفل يخاف. إحنا محتاجين هنا نعمل تربية جنسية مش شرط جاست حماية من التحرش، إحنا نحولها إلى مهارات عملية. محتاج أعلم الطفل حركات بس من غير ما أقول له عمو الشرير مستنيك في الحضانة أو مستنيك في المدرسة. دي برضه من الحاجات المخيفة الغلط جدا اللي إحنا ما ينفعش نعملها. أنا متخيلة إن أنا لو قُلت كده لسما هتعيط تاني يوم مش هترضى تنزل. هل أنا عايزة أعلّم طفلي إنه يقعد في البيت يتقوقع وما يتعاملش مع العالم؟ بغض النظر عن كل المشاكل والإساءات اللي بتقابلنا في المجتمع، إحنا مُجبرين نتعامل معاها، ومحتاجين نأهِّل ولادنا للتعامل مع كل المخاطر دي. حاجتين هنعملهم مع بعض في سلسلة فيديوهات. الحاجة الأولى هنتعلم مع بعض شوية مهارات عملية للدفاع والتعامل مع أي حد يحاول يعتدي على الطفل، بس أقوى شوية من فكرة قُل له غير مسموح. النقطة التانية والمهمة أداة مختلفة عن إني أفضل أستجوب الطفل طول الوقت. استجواب الطفل غير مجدي لأسباب كتير. يعني تخيلوا معايا كده إن أنا وأنا عمّالة أستجوب سما، أكيد أنتم شفتوا طبعًا إن هي ما قالتش حاجة. إيه هي المهارات العملية في التربية الجنسية اللي إحنا محتاجين نعلمها لأطفالنا عشان يعرفوا يدافعوا عن نفسهم في أسوأ الظروف لو كان المتحرش حد كبير؟ خدوا بالكم إحنا مش بس في المدارس، إحنا محتاجين نحميهم حتى جوه بيوتنا. النقطة التالتة ودي مهمة جدًا، مهارات صناعة السَمْع نفسيًا وجنسيًا. أنا ما ينفعش أنتظر لمّا يطلع من بيتي معتدي ومتحرش يبدأ بإخواته قبل ما يأذي المجتمع. 3 مهمات أنا لخّصتهم وحددتهم عشان نبقى مركّزين نخلّصهم وندخل في سلسلة جديدة إن شاء الله. تابعوني في الفيديو اللي جاي، هانزّل كل يوم في نفس الميعاد حاجة من الحاجات اللي اتفقنا عليها، إن شاء الله تطبّقوا وتقولوا لي في الكومنتات التطبيق نافع مع الولاد ونافع معاكم والّا في أي عقبة واقفة معاكم، وأنا هارُد عليكم واحدة بواحدة. دي الحاجة اللي أنا بصراحة حبّيت أشاركها معاكم، يمكن أقدر أشارك في تغيير أو في علاج للوضع اللي حاصل. أنا كأم أكيد قلقانة وخايفة على ولادي، بس أنا باحاول أحوّل الخوف إلى شغل عملي مش مُقعِد بالنسبة لي أو إني أتوقّف وأفضل قلقانة ومرعوبة. خلّونا ناخد خطوة يمكن الواقع يتغيّر.